السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. في الفيديو هذا حبيبتي حنشارك معكم طريقة تحضير مسكوتشو ولا كروكي. كاين اللي يعيطولو مسكوتشو وكاين اللي يعيطولو كروكي بطريقة سهلة ومقادير بسيطة. طريقة سهلة بزاف بزاف ويجي خفيف كي القطن كما راكم تشوفوا وبنين بزاف بزاف. نروحوا لطريقة التحضير. المقادير عندنا 3 حبات بيض، يعني المول يكون متوسط، وباكيت تاع لا لوفور شيميك خميرة كيميائية، كاس غربة تاع الحليب، كاس غربة تاع الزيت، وكاس غربة تاع السكر. ونضيفو اي معطر حسب يعني لوكو تاعك، سواء نديرو لافاني ولا اي حاجة يعني تحبوها. نكسر 3 حبات تاع البيض كاملين، نزيد السكر كاس غربة تاع السكر باش ما يجيش حلو بزاف، نخلطهم مليح بالباتور. ولا ما عندكش الباتور تقدري تخلطيهم غير بالفوي ولا بالفورشيطه ولا بمغرف كيما تحبي، بصح الاحسن بالباتور باش يتخلطوا مليح. وفي هذه المرحله نضيفوا لافاني ولا اي معطر كما قلت لكم. انا درت الذوق تاع الجوز، يعني انا نسيت نضيفهم بعد ضفته في الاخير. دوكا نزيد الزيت يعني حتى يتخلطوا البيض والسكر، ونزيد الزيت. ما نضيفوش دفعة واحدة، نضيفو على 3 خطرات غير بشوية. وهذا السر باش تخرج لي الكيكة تاعي طرية. يعني نضيف الزيت ونخلط بالباتور. هنايا ضفت عطر الجوز، يعني تقدري كما قلت لك تضيفي اي عطر اللي تحبيه ولا لافاني. انا درت عطر الجوز يعني يجي الكو تاعو هايل كيما اللي يتباع في المحلات، ويجي اللون تاعو يعني شباب. فوالا هكا نكمل نخلط حتى يتجانسوا المكونات، يعني يجي الخليط تاعو ثقيل هكا شويه. ومن بعد نضيف الحليب نضيفه دفعه واحده. نكمل نخلط غير شويه ولا نحبس يعني تخلط ونخلط غير بالفوي. سمحوا لي على الصوره باسكو كنت نصور تقلب لي البورطابل وما فقتش حتى شفت ابخي لا فيديو. دوكا نزيد الفرينه درت حوالي 2 كيسان، نغربلهم طبعا. والساشي تاع الخميرة الكيميائية ثاني نغربلو نخلطو مع الفرينة. نزيد الكاس الثانية، يعني هنايا نحرك باش نشوف اذا تكفي الفرينة ولا نزيد. اذا لقيت الخليط تاعي خفيف بزاف جاري بزاف نزيد الفرينة، سينو نحبس يعني على حساب الفرينة وعلى حساب البيض تاعك.
فوالا دونك نخلط غير بلا سباتول ولا بالفوي. انا ما نحبش نخلطهم بالباتور، يجيني الخليط تاعو يعني بزاف معجن. دونك نخلط غير بلا سباتول هذه. تجي الكيكه اسفنجيه، تجي هايله. المسكوتشو تاعي يجي هايل خفيف. فوالا انا لقيت الفرينه، يعني نحب كي يجي الخليط ثقيل شويه زدتلو شويه فرينه حوالي مغرف، وزدتلو مغرف تاع العسل. يجي الكو تاعو هايل، ويجي محمر، ويجي كيما تاع المحلات. هذا السر باش يجي يعني المغرف تاع العسل هو اللي يرجعوه كيما تاع المحلات، هو اللي يديروه في الكروكي تاع المحلات. فوالا نخلط هكا حتى يجي الخليط تاعو يعني تاع المسكوتشو. يعني نحاول نخلطه جيدا من التحت حتى ما تبقاش الفرينه لاصقه في الصحن تاعي، وحتى ما نلقاش هكا الحبيبات هذوك اللي معجنين. كما قلت لكم لقيته يعني خفيف بزاف، ومن بعد زدت له شويه فرينه. نحب كي يجي الخليط تاعو ثقيل شويه. فوالا ونكون وجدت المول تاعي دهنته بالزيت، ودرت له شويه، رشيت له شويه فرينه وحطيته باش نفرغ فيه. وطبعا نكون شعلت الفور تاعي على نار متوسطة، يعني 180 درجة، ومن بعد نقص له غير شوية، نديرها متوسطة باش ما يتحرقليش. فوالا دهنته بالزيت ورشيته بالفرينة. نفرغ الخليط تاعي. يعني هاد المسكوتشو تقدري ديريه في ليمون صغار، هذوك ليمون الفرديه، تقدري ديريه في المول الكبير وتضعفي المقادير، وتقدري ديريه في المول مستطيل، يعني كيما تحبي الشكل تاعو ديريه. بصح المقادير هذو يجي يعني مقادير مضبوطه، يجي ناجح والطريقه ناجحه. تقدر اي مبتدئه ديرو، حتى وحده في عمر يعني 10 سنين ولا تقدر دير المسكوتشا هذا. جربوه وما راحش تندموا. فوالا هنا ندخلو الفور تاعي يكون سخون، نحطو في الوسط. يعني انا شعلت له من التحت حتى يتحمر كامل من الجوانب، نشوفو قريب بدا يتحمر هكا من الفوق. بعد باش نشعلو شوفو كيفاش طلع. فوالا نخليه حتى يطلع، ومن بعد باش نفتح الفور، ومن بعد نشعلو من الفوق باش يطيب لي من الفوق. فوالا شعلت له من الفوق ثاني، ما نزيدلوش بزاف باش ما يتحرقش، نخليه حتى يتحمر بيان. فوالا هكا كي طابلي. دوكا التزيين حسب الاختيار، شوفوا كيفاش طري هايل، ولوكو تاعو ثاني يجي روعه. هنايا دهنتو سوا بلا كونفيتور ولا بالعسل. انا دهنتو بالعسل، ما كانش عندي متوفر الكونفيتور، دونك دهنتو بالعسل ودرت له شويه كاوكاو من الفوق. تقدري ديري له شوكولا، تقدري ديري له التزيين كيما تحبي، اختياري. هكا تقدري ديري له ثاني خطوط تاع شوكولا. نخليكم حبيباتي، نتمنى يكون عجبكم الكيك.